ايه قوي في الوجبه يعني. كركم جميل وليه فوائد كتير. ادخلوا كده ابحثوا على جوجل او شات جي بي تي واكتبوا فوائد الكركم ايه. تمام. حطيناه في الكفر، ظبطناه، ناخده من الكفر على الزيت على طول. نسيت اقول لكم هنا في خلطه كده، قطع طماطم مع شويه فلفل مقطعين صغير، معلقه توم او اللي هي الدقه بتاعه التوم اللي معاها التوابل كلها، شويه فروزون كده او شويه كانوا متفرزين عندي في الفريزر من الخضره. تمام. هقول لكم هنعمل بيها ايه كمان شويه، خليكم معايا. ها، هنا عشان نختبر الزيت سخن ولا لا، ننزل نقطه كده من الكفر ده كده، ابتدت تفقفق كده وتبقبق كده، يبقى تمام. ربنا يستر بقى، البوتاجاز مغسول لسه، ربنا يستر. انتوا عارفين العكه بتاعه العدس وبتاعه القرنبيط وبتاعه الكلام ده كله بيبقى شكلها ايه. بسم الله. لا ليلي بتسألني عكتي ولا لسه؟ بس هو يعني بحاول اتحكم في ايدي كويس يعني. ربنا يستر، عشان لو هي اللي كانت تعمل كده كان زماني سيحت لها. تمام اهي والله عكت انا عكت اهي مش قوي يعني. هخلص انا الطاسه وارجع لكم. بصوا بقى حبايبي هنا كان خلاص خد الوش الاولاني اللي هو ده، وبعدين قلبناه اهو. بس حتتين اتلسعوا مني حاجه بسيطه، بس مش حرق يعني. انا بحب اللون ده على فكره. بس بص القطط بيتخانقوا مع بعض، بيتخانقوا على جمال القرنبيط بتاعي، تخيلوا. بس كده كملنا اخر حتتين هما الباقيين دول، حطيناهم عملناهم كفر او حطيناهم جوه الخلطه بتاعتهم يعني، وكملنا عليهم اهو. كملنا الطاسه هيخلصوا، وبعدين ايه هنعمل حاجه على بال ما يطلعوا. تمام. وبصوا اقلل خسائر في البوتاجاز، بس مشطوره زي البطاطين دول بس يعني. هنزيح دلوقتي كمان شويه يعني بعد ما نخلص بس اثار الجريمه كلها. لا بصوا هنا بواقي الخلطه اللي كنا عاملينها للقرنبيط. تمام. اللي بقي مع فرافيت كده من القرنبيط حطيناهم مع الخلطه اللي انا كنت وريتها لكم من شويه في اول الفيديو، اللي فيها الطماطم والبقدونس ومعلقه الثوم والفلفل المتقطع والكلام ده. هنقلب تقليبه مع حتتين قرنبيط والبواقي القرنبيط المفرفته، وهنعمل اقراص عجه. ممكن نضيف بضايه معاهم. هنا انا طلعت القرنبيط اهو، بصوا لونه جميل مصفر، الكركم مديله لون جامد. عيني على ايدك يا ماما كده. بصوا كل لون موحد ازاي، بصوا موحد قوي. ها مش موحد قوي يعني.